السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ معاكم ام علي من قناة بيتي ومطبخي مع ام علي. النهاردة يوم جديد ومعاكم فيديو جديد هنعمل فيه النجريسكو بطريقة سهلة جدا جدا. النجريسكو بتاعنا النهاردة زي العسل، مش زي اي نجريسكو. والمكرونة ان شاء الله النجريسكو مش زي خالص المكرونة البشاميل اطلاقا. هم اي نعم ولاد عم، بس دي لها طريقه ودي لها طريقه. النهارده معاكم هبين الاختلافات، وهقول لكم على حاجات كتير قوي 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 عن المكرونه النجريسكو عشان تنجح وتبقى جميله بالشكل ده. وهعلمك تعملي اجمل مكرونه نجريسكو تنافسي بيها المطاعم. يلا بقى بينا ندخل الفيديو ونشوف صينيه النجريسكو الجميله دي هنعملها ازاي. كده بقى نبدأ بسم الله ونقول مكونات الوصفة بتاعت النهاردة. هنا عندي بانيه أساسي، عندي في الوصفة دي البانيه اللي هي صدور الفراخ ومقطعاها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وطبعا غسلاها غسلة حلوة بالليمون وبالخل وشطفها كويس قوي، وقطعتها كده وحطيت وصفيتها وحطيت فيها ملح وفلفل اسود وسبتها. عندي طبعا مكرونه. انا بحب اعمل النجريسكو بالمكرونه الاسباجيتي. الطريقه الاصليه بتاعتها هي بتتعمل بالمكرونه الاسباجيتي. طبعا عندي المكونات بتاعتي وبحبها قوي قوي، لان المكرونه عندي النجريسكو بتختلف عن المشاميل، بيبقى طعمها احلى وطريقتها مختلفه شويه. هي مجموعه الخضار اللي انتوا شايفينها قدامي دي. هنا عندي جزر مبشور رفيع، بشرته في المبشره في الناحيه اللي هي رفيعه جدا. عندي فلفل الوان، عندي اخضر وهنا قرن حامي وهنا عندي اصفر وهنا عندي احمر زي ما انتم شايفين كده. انا بحب قوي الخضار. عندي شرايح زيتون طبعا نقعاه كويس قوي مصفياه. هنا عندي مشروم، لو ما عندكيش مشروم تستغني بس بيدي طعم حلو. المشروم ده حبايبي انا اللي مخزناه، كنت جايباه فريش وحطيته في محلول. ان شاء الله هعمل لكم طريقه تخزينه على القناه. عندي كريمه عاديه، يعني بحب الكريمه اللباني يعني كريمه الطبخ. عندك قشطه لبن تحطيها، ما عندكيش مفيش مشكله. انا بحب اعمل بقى البشاميل بتاع النجريسكو بخلطة البشاميل الجديدة دي من ماجي اللي هي بطعم الجبنة. البشاميل بتاع النجريسكو بيبقى متوسط كده مش تقيل، وبيبقى طعمه كريمي وملمسه كريمي. البشاميل الأصلية بتاعتي لو عايزاها مش بالطريقة اللي أنا هعملها النهاردة دي، لو عندك 4 معالق دقيق هتحطي قدامها 4 معالق سمنة بلدي وزيت. هتحمري الدقيق، هتنزلي عليه باللبن حبة حبة يغلي عندك. لو عندك معلقه نشا تحطي بقى الاضافات اللي انت عايزاها واللي بتحبيها، قشطه، كريمه، جبنه مثلثات، جبنه كيري. المهم دلعي كده البشاميل بتاعك، لان كل ما دلعتيه هيديكي طعم جميل في المكرونه اللي انت بتعمليها. طبعا هنا عندي مكرونه موزاريلا، في اضافات تانية طبعا هنحطها، بس لو دخلتي معايا الفيديو هتشوفيها ان شاء الله. يلا لو وصلتي معايا لحد هنا حطي لايك للفيديو، حطي لايك للفيديو، اشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، فعلي زرار الجرس على كلمه الكل عشان توصلك كل فيديوهات ام علي. ويلا بقى بينا نشوف اول خطوات المكرونه النجريسكو بالطريقه بتاعت ام علي، بتكاتها بحركاتها. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم حبايبي، انا جبت زي ما انتم شايفين كده طاسه تكون عندي، حطيتها على النار. هنزل بحبه زيت اول ما تسخن، وبعد كده هنزل بزبده عندي مكعبين 3 كده زبده. على فكره كل ما كترتي الزيت ده بيدي طعم جميل قوي 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 للخلطه اللي انا هعملها ديت. بصله تكون كده بصله حلوه كده مقطعاها تقطيعه حلوه. عايزه البصله بس تدبل، هنزل عليها بالملح والفلفل الاسود والبابريكا والزعتر. الريحه طلعت جميله قوي قوي قوي. هنزل بقى بعد كده بالفراخ بتاعتي، اوزعها كده الاول في الطاسه. الفراخ بتاعتي شدت حيلها كده واتشمعت. لو المشروم بتاعك طازه هتقطعيه طبعا وتحطيه في المرحله دي، بس انا المشروم بتاعي مخزناه فكان اخد زي سلقه كده اهوت قبل ما احفظه في البرطمان مع المحلول بتاعه. فانا دلوقتي هنزل بالخضار بتاعي. هنزل بالجزر زي ما انتم شايفين كده مبشور بشره صغيره. بعد كده بعد ما قلبت هنزل بالفلفل بتاعي الالوان وقرن فلفل الحامي زي ما انتم شايفين. ظبطت الحدق بتاعي، حطيت حبه فلفل اسود تاني وحبه ملح. انا مش عايزه الفلفل بتاعي يدبل، انا عايزه احتفظ باللون بتاعه الجميل. خلاص وانتوا عارفين ان الفراخ اصلا مش هتاخد سوا. في اللحظه دي هنزل بالمشروم بتاعي واقلب.
زي ما انتوا شايفين كده فيها نسبة من المية بسيطة كده تنشف معايا. اول ما تنشف المية دي معايا يبقى كده هي استوت. شايفين بقى الطشطشة دي؟ كده انا وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها. انا مش عايزة الفراخ بتاعتي تتهرى. ما تنسوش ان هي هتاخد حوالي تلت ساعة في الفرن كده 100 100. انا عايزة احس بالالوان الجميلة دي، هيبقى طعم وشكل كمان ولون وريحة. قبل ما اطفي فاضل عندي الزيتون، هحطه في المرحلة دي والنار طفيت عليها. هاخد تقليبة كده واحط الخلطة بتاعتي دي على جنب ونشوف هنعمل ايه تاني. زي ما انتوا شايفين انا جبت حلة فيها مية عشان هسلق المكرونة. احط فيها ملح، المية تغلي هسقط المكرونة بتاعتي ونرجع نشوف هنعمله ايه. جبت حلة كده هنزل فيها ب2 رتل لبن. على فكرة اللبن اللي عندي ده سبق غليه عشان عايزة طبعا اطلع القشطة اللي فيه استفاد بيها برضو في البشاميل بتاعي. بصوا بقى الطريقة دي جميلة جدا بتاعة البشاميل اللي هو السريع ده. انا بحبها قوي لانها بتنجز معايا، وتقريبا كده كل اللي بيشتغلوا زي كده بيحبوها. اللبن بتاعي اهو بالخلطة واحدة واحدة كده، واقلب بمضرب سلك. في اللحظة دي وانا بقلب كده هنزل بمكعبين 3 زبدة. اللي فوق دي زبدة. انا بحب احط في البشاميل الفلفل الابيض عشان البشاميل بتاعي يبقى لونه حلو كده وجميل، ما يبقاش اسود. زي ما انتوا شايفين هو الفلفل الابيض زي الفلفل الاسود بالظبط. وهرجع اقلب. بدأ يتقل معايا زي ما انتوا شايفين. احط الكريمه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. احط الكريمه تدي طعم جميل قوي كده. خلاص كده 100 100. هنحط القشطه امتى او الكريمه امتى؟ هحطها لما تغلي كده بقى 100 100 اهو. احطها على جنب كده. زي ما انتوا شايفين الميه عندي كده غلت. هسقط فيها المكرونه بتاعتي. طيب هسلقها قد ايه؟ يعني لو مكتوب على الكيس 8 دقايق هعملها 6 دقايق، لو مكتوب 6 دقايق هعملها 4. 3/4 المده المفروض المكرونه العاديه اللي انا باكلها بالصلصه دي تستوى فيها. هسيبها بقى كده اهوت ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى معايا المكرونه بتاعتي جاهزه دي، ولا اتعجنت ولا حاجه. خلاص هنزلها بقى من على النار واشطفها شطفه بسيطه. بصوا حبايبي انا جبت بوله عندي بقى كده عشان هبدا بقى اعمل الخلطه بتاعتي. هي ما بتتعملش زي ما قلت لكم طبقات زي البشاميل العادي، لا كله على بعضه. زي ما انتوا شايفين كده المكرونه بتاعتي الاسباجيتي. اجيب كده مغرفتين من البشاميل بتاعي مكترش، وهجيب الخلطه التحفه اللي انا عملتها معاكم احطها. بص الحركه دي بقى انا بحب اعين كده في التلاجة عندي الجبنه التركي، اي ميكس جبن عندي حبه صغيرين كده. وهجيب كمان حبه جبنه موزاريلا تكون عندي. بصوا الجمال والحلاوه. الخلطه الجميله دي هروح جايه بالراحه كده مقلباها كويس قوي. هجيب قالب عندي انتوا براحتكم، قالب بايركس، تيفال، ألمونيا، جرانيت، اللي هي حلاوه النجريسكو. وقلت لكم ان هي مختلفه قوي عن المكرونه البشاميل. اي نعم هي بنت عمها لكن مختلفه عنها خالص. المكرونه البشاميل اللي بتتعمل طبقات البشاميل بتاعها بيبقى تقيل، لكن النجريسكو بتاعي بخلطها على بعضها وبحطها، وبعد كده بحط البشاميل اللي فوق والجبنه كده. هنزل زي ما انتوا شايفين كده الخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. ادي المكرونه بتاعتي حطيتها، هنزل عليها بالبشاميل. قبل ما انزل بالبشاميل عايزه اقول لكم خطوه وتكايه حلوه قوي قوي عشان المكرونه النجريسكو ما تنشفش مني. هنزل بكوبايه لبن كده قبل ما احط النجريسكو. شايفين الحركه الجميله دي؟ يا ريت تجربوها عشان النجريسكو بتاعنا يبقى زي بتاع المحلات. فهحط اللبن دوت قبل ما احط البشاميل بتاعي. خلاص جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي.
وادي البشاميل بتاعي، شايفين الجمال؟ لو وصلتي معايا لحد هنا يبقى انت عاجبك الفيديو ونسيتي تحطي اللايك، حطي اللايك واعملي لي كومنت حلو وشجعيني. زي ما انتوا شايفين قبل ما ادخل الصينيه بتاعتي الفرن بحب انضفها كده عشان ما تتحرقش وتبقى منظر الصينيه بتاعتي مش حلو. خلاص، وهجيب بعد كده الموتزاريلا بتاعتي كده. النجريسكو حبايبي خلصت. فتحت فرن البوتاجاز عندي على درجة حرارة 180 درجة. هتدخل في الرف اللي في النص، هتقعد حوالي 20 دقيقة لان تعتبر كل مكوناتها كده مستوية، ونرجع نشوف جمالها ونشوفها مع بعض هيبقى شكلها ايه. وادي صينية المكرونة النجريسكو بعد ما طلعت من الفرن، ريحتها ما اقولكمش جميلة ازاي، تحفة. ريحتها الحلوة دي مالية كل الشقة. العيال طبعا مستنيين طبعا ياكلوها، عمالين كل شويه يقولوا لي خلاص يا ماما خلاص يا ماما. هتعملي صينيه النجريسكو معايا بالطريقه الجميله دي بتكاتها وحركاتها، هتعمليها بالطريقه دي عشان تنافسي بيها اكبر المطاعم، عشان كمان ما ندفعش فلوس ونروح ناكلها بره، واحنا نقدر نعملها بالطريقه الجميله بالمكونات البسيطه دي في البيت. يلا معايا، لو وصلتي معايا لحد هنا اعملي لايك، اعملي لايك للفيديو. اللايك بتاعك بيفرحني ويسعدني، وكمان اشتركي في القناه. ويا رب كده اكون ضيفة خفيفة عليكم، ويا رب اكون افدتكم بالمعلومات اللي انا قلتها النهارده في فيديو النهارده البسيط الجميل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروا ام علي في فيديو تاني ان شاء الله.